البنات، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديده في قناتي زهرة لايف ستايل. فيديو اليوم راح يكون متنوع في حوايج بزاف، راح نهضروا بزاف، راح نخدموا بزاف. راح تكون روتين النشاط والنقاء. نبداو البنات، راكم تعرفوا رمضان قرب، يا ربي ما نبداو تحضيرات رمضان. وراح يكون كاين بعض النصائح للعرايس الجدد اللي قاعدين يسقسوا فيا بزاف واش نديو في الجهاز واش ما نديوش. وراح نديرو طبق الجلبانه بالقرنون. البنات قبل ما نبداو ما تنساوش اللايك لايك 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 والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس اللي مش مفعلين الجرس، لانه كاين بزاف البنات يقولوا لي ما راهمش يلحقونا لي فيديو تاعك. نبداو البنات. هكا البنات نبداو لا فيديو كما قلت لكم. اليوم نفحتي على نوتيكا اون فورم. عندي كدا وانايا مريضه، بالك 3 ايام قاعدين تشوفوا في خشمي شويه، مازال 3 ايام وانا مريضه. نت اليوم اون فورم، قلت يا ربي ما نبدا نروح الكوزينه تاعي راهي في حاله 3 ايام ما نطلهاش. البنات بدينا شويه ماشي تجهيزات رمضان، باسكو على بالي راح ترجع. هنايا بديت نغسل في هادوك الحايط تاع لي زيبيس والرف تاع لي فيه لي زيبيس. هبطته كامل وغسلتهم كامل، فرغتهم كامل. هي الجمعة ديما هكا، يعني الجمعة الانسان ينوض الصباح هون فوقهم ويا ربي ما ينيطواي مع الدنيا. راني هنايا البنات قاعده نجرب فيهم. نشكركم بزاف البنات على لا فيديو تاع المشتريات، كان تفاعل معليهش بدا يرجع شويه. نشكر بزاف متتبعاتي القدم الوفيات اللي بقاو معايا من الاول. هذا البنات هنايا الرف لي كنت حاطه فيه لي زيبي، شوفوا كيف بديت نحيه. هذا الرف تاعي كان بيض، ما نصحكمش البنات في هذا المابل الفوركس هذا ولا نعرف كيف اسمه هذا، ما تشريوش الابيض، شريو النوار. سينو انا حنعاود نصبغو بس كيبقى فيه هذه لي طاش صفر، مهما تمسحي مهما تغسلي يبقاو لي طاش. سيغتو الا كان ستيكستي بالجفال راهو راح يفسد خلاص. ما تغسليش خلاص بالجفال، ماذا بك تغسليه طول بالماء برك. هنا كي تعرفي الحكان وليزيس وهذيك، شوفوا كيفاش بقى فيه لي طاش. هنا البنات عاودت حكيته كامل وفرغت هذوك البايط تاع لي زيبيس ورايحه نردهم. اليوم راح ندير الفور، نيطواي ثاني الفور معاكم. هذه هي يعني هنايا عاودت فرغتهم كامل، غسلتهم حطيتهم يقطروا يشيحوا. دوك نعاود نفرغ. عندي واحد القضيان هكا، ماشي قضيان يعني اللي قضيته، القضيان اللي كان عندي عاودت رديته في هادو البيض. كل حاجه حطيتها في بلاصتها هكا باش تبقى الكوزينه منظمه بحوايج سامبل بسيطين. تقدري تنظمي الكوزينه تاعك وتقدري تحطي كل حاجه في بلاصتها. كتعود كل حاجه في بلاصتها تكون الكوزينه نقيه ونظيفه. البنات اللي قاعدين يبعثوا لي ويقولوا لي على الجهاز على اللماعن، نقول لكم البنات راني مع انك تدي لهم. البنات اللي قاعدين يسقسيوني، عفوا البنات على صوتي وعلى شويه البحه، قلت لكم يسقسيوني ويقولوا لي كيفاش لماعن وكيفاه ندير. البنات بزاف قاعدين يسقسيوني على الجهاز. نقول لكم انا واحده من الناس ديت وندمت لي ما ديتش اكثر، ندمت لي ضيعت دراهمي في حوايج منه من في كيما في التصديره، كيما في صبابط، كيما في دركم قاعدين يسمعوا فيكم والله ما لبستها ما والو، عادوا ما يجيوش قدي اصلا. صبابطهم قاعدين ستوك. ننصحكم البنات الحاجه اللي صحتيها، يعني نصيحه كاخت وعن تجربه، دي حوايج لدويرتك. كاين هكا بنات يقولوا انا ما نتيش للراجل، انا ما نمشيش للراجل، الراجل هو اللي يعمر الدار. في النهايه هذه الدار هي دارك، والدار راهي دار مشتركه انت وياه، ولازم تتعاونوا انت والراجل. عليها اختي ما نديش ومن بعد الخدمه لما تجي راهي تجي عليك انت اللي كدا تخدمي في الدار. اما لا ما خاندي الحوايج اللي يسهلوا عليا كيما الماشينه لافي، كيما الحوايج اللي يسهلوا عليا انايا منه تعبه فيها راح تخدمي نتيا، يولي لك ليك التعب وتولي لك الخدمه. ما لا ندي الحوايج اللي يعاونوني اللي نحيو عليا نديهم في الجهاز، خير ما ندي تصديره ما على باليش بقداه مليون وتقعد 16 نلبسها شهر نصدر بها وتقعد 16 لهيه. ندي حويجات لداري. انا ندمت اللي ضيعت دراهمي في حوايج ما في لبسه وقشو الحوايج هذوك. كنت تعرفوا العرايس يشتيو يلبسوا. ما لا نصيحه البنات
الا كنتي وحدك كي لازم تدي لما الحوايج هادوك، ومام الا كنتي مع العجوزه ولا في دار العائله ادي معاك. انتي ما تدريش الدنيا هذه وش يصرا فيها، ما تدريش ساعه خلاف تقدري تحبي تستقري وحدك، يكونوا حويجاتك عندك، اديو معاكم البنات حويجات للدار ملاح. ما تقوليش على الراجل اصلا من بعد كي ما تقدريش تشري، سيرتو الا كان الراجل شهر. نهضر لكم على الراجل انايا شهر، نهضر لكم على الناس اللي عندهم نفس سيتوياسيون تاعي، ولا الناس اللي على القد هذوك اللي عندهم خطينا. الناس اللي على القد ما تاخلاف. شوفي مع الشهريه مع العائله مع الاولاد رايحه الحوايج هادو تولي تصعبيهم باه تشريهم. مالا الا قدرتي تديهم انتي خدامه دركا وقاعده تجهزي، الا قدرتي تدي الحوايج هادو نصيحه مني غير دي. البنات نرجعوا لا فيديو. هنايا قلت لكم حطيت كل حاجه. هنايا ليزيس فرغتو فيه، هذه شريتها بالك ب5000 تاع المايونيز باه ما يضيعلكش ليزيس. هنا اللي يفضل هذا نحط له الماء ونديه للطواليت حاشاكم ولا بلاصه للتنظيف. هنايا بديت نفرغ لي زيبيس. هادو البيض البنات تاعي ديتهم معايا في الجهاز، لا هادو شيتهم من ورا الجهاز. هذا حطيت فيه هنا الفريك. المهم اي حاجه كانت في الشكاره نحيتها ليا، طيشت عليا الشكاير كامل وحطيتهم ونظمتهم في البيض. نرجعوا البنات للجهاز. كما قلت لكم راني حاندي لكم بنات بزاف قاعدين يجهزوا متتبعاتي، قاعدين يجهزوا طلبوا مني فيديو الجهاز. انا الجهاز تاعي اولا قديم بارابور، يعني 3 سنين راهو قديم. اللي حابه تشوف الجهاز راني حاطه بالتفصيل كل شيء ديتو معايا، ترجع الفيديوهات القدام تاعي. واللي حابه وعدتكم برك بفيديو هي الحوايج اللي ندمت عليها في الجهاز راح نديرو وراح نحطو المره الجايه ان شاء الله، ولا اللي من وراها. المهم راح يكون من بين الفيديوهات تاعي اللي ننزلهم هكا باش يستفادوا العرايس، مش غير روتينات ودار. كل واحد نعطيولو على قد الفئه اللي تتبعني. بس كاين بزاف بنات يتجهزوا قاعدين يتبعوا فيا، كاين امهات يتبعوا فيا، كاين بنات صغار يتبعوا فيا. راح نحاول كيفاش نوفق بين كل فئة وفئة. هنا البنات عفوا انا خشمي قلقني بلاصتكم. هنايا مسحت هذا كامل البوطاجي، جريته مليح 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 ورديته يشعل. ما نحمل حتى حاجه فوق البوطاجي، لازم البوطاجي تاعي ديما نقي ما فيه والو، ما نحمل حتى حاجه فوقه. نظفت ورديت الحوايج لبعضها، رديت الحوايج لبلا كل حاجه لبلاصتها وخلصت. من بعد ما خلصت هادي وهادو يدي الوقت. تبالكم حاجه يعني ماهيش صعيبه تستسهلوها. والله حكمت فيهم انايا هادو صبحه كامله. ما قاعدين تشوفوا كيما خلصت الفور. من بعد درت البرودوي. طبعا ما ينفعش البرودوي فيه، كملتها بالموس. كررت هذاك ليدام والخماج كامل كررته بالموس. انا الفور تاعي راهو بدا يتصدى مع داك ما شريتوش، يعني عندي مده من نهار تزوجت شريته جديد وبدا يتصدى شويه من الغسيل ومن الجفا اللي بدا يتصدى.
نروحوا للعشاء البنات. اليوم قلقتكم في لا فيديو، صوتي وصوت جوري قاعده تعيط، كملتها لكم. هنا البنات حندير جلبانه بالقرنون شويه خضره، راني قاعده نفصص فيها بعد ما خلصت النيطواياج والفريسيق الكوزينه وهذه كنستها سيقتها، رديت كل حاجه في بلاصتها. المهم الكوزينه راهي تشعل شايل. رحت ندير الفصص الجلبانه وراح ندير شويه جلبانه بالقرنون. البنات هنايا واش نحط في الجلبانه، نحط شويه جلبانه، شويه حبه قرنون، حبه بطاطا، حبه زروديه ولا سناريه كما نقولوا حنايا، ونحط برك البصله ونداويها سنيناتهم ونداويها ونقليها شويه سكالوب. حطيت نقليها مليح 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 مليح، ومن بعد تكن مرقها بشويه ما كالعاده، ما تكثروش الماء بزاف. هذه هي الفيديو البنات. هكا من بعد حطينا كيوج الطاجين تاع الجلبانه، حطيت لها شويه قارص هكا باش تجي بنينه وحامضه. نتلاقاو البنات ان شاء الله في فيديو اخر.